منايا بيريز راح جبنا اردا جولر باش يعوض مودريتش، وجبنا كامافينجا باش يعوض كروز. يا ودي الله يهديك برك. المهم افضل حاجه تتفرج عليها البارح هي ثنائيه غونزالو وفينيسيوس. يا خويا انا كي نشوف فينيسيوس يلعب على الرواق وغونزالو متمركز في الديزويت يا خويا نرتاح. نحس فينيسيوس وبنزيما يلعبوا مش غونزالو وفينيسيوس. تشوف بالو على الرواق فينيسيوس دريبلي ولا غونزالو يستنى في خطا من المدافعين او عرضيه. هذه الطريقه اللي رانا نحوسوا عليها احنا. والمشكله وين؟ يا ديك الفوضى اللي تصرى كي يدخل مبابي تلقاه في 11 تلقاه في 10 تلقاه في السات. فوضى مش نورمال. لا هو قادر يتمركز ولا مخلي اللاعبين اللي معاه يتمركزوا في المكان الصحيح. وكاع رغم هاد المشاكل والفوضى اللي راه يديرها مبابي في الهجوم، بصح المشكله انه هداف. واحكي لي البارح على الرواق الايمن على جهه ارنولد وفالفيردي. اربيلو غير خليها كيما هاك. ما رانا باغي نشوفوا لا ابراهيم دياز لا ماستانتون، وخليها نقع على فالفيردي وعلى ارنولد. بصح نرجع للموضوع الاول، انه فشل بيريز في الصفقات اللي دارها باش يعوض الجيل الذهبي هذاك. ما عرفش كيفاش، ما عرفش تخلطت له كاع. لو كان نرجع بكم ب3 سنين قبل نقول لكم باللي ايكيب فيها رودريغو وفيها بيلينغهام وفيها مبابي وفيها فينيسيوس ما قدرش تربح على سيلتا فيغو. وزيد نقول لكم باللي هداف كاس العالم 2022 اللي هو مبابي هو سبب الفوضى في الهجوم. المهم درك صرنا ما عرفناش شكون اللي لازم يلعب وشكون اللي لازم يقعد دكا. وفي نفس الوقت ماناش عارفين اسكو غونزالو يقدر يسلكها في المباريات الكبيره ولا لا. مثلا يواجه صليبا او يواجه فان دايك، هل يقدر راح يسلك قدام هاد المدافعين من الصفوه؟ واربيلو ما ننساش حقك، مره راك تسلكها مره راك تعميها. وكان تجي عليا انا شخصيا نقول لك العب على الدوري برك بيسك الحاله لازم لها مدرب قاصح.